السياسيه في البلد. اذا هل هذا تعجيز؟ لا، اذا عمرو موسى بقى بالمنطق ده ما ينفعش برضه يبقى رئيس. هل هو عضو في الهيئه العليا لحزب؟ لا، يبقى ما ينفعش. هو كان انما يقدر يخش. هو راجل يعني الكارير بتاعه او مشواره المهني تخصص في الدبلوماسيه، وراجل كان وزير خارجيه لمصر. سيدي الفاضل، انا قد اكون راجل لي خبره كبيره جدا في الدبلوماسيه 40-50 سنه. وانا قد اكون استاذ جامعه، ومفيش حد في كفاءتي في تخصصي واخدت شهره دوليه. ده جانب. انما ما اجيش بعد كده اقول لاني استاذ جامعه ناجح يبقى انا انفع ابقى رئيس جمهوريه. لا، انفع ابقى رئيس جمهوريه لما اكون اشتغلت بالعمل السياسي ومارسته وتوافرت فيا الشروط اللي قالها الدستور. يريد ان يرشح نفسه كمستقل لانه مش منتمي للحزب. الدستور ايضا اتاح للمستقلين ان هم يرشحوا نفسهم، شريطه انه كشخصيه مستقله يكون هناك قبول لدى ممثلي الشعب، فاشترط نسبه معينه من اعضاء مجلس الشعب ونسبه من اعضاء مجلس الشورى ونسبه من المجالس المحليه تكون عارفه هذا الشخص. تمام. وتقول انا بزكيه كمستقل فيستطيع ان ينزل كمستقل. اللي انا عاوز اوصل له ان انا عشان اترشح لمنصب زي ده كل دول العالم بتضع قواعد دستوريه لابد ان تحترم. 2، لابد ان الشخص اللي يرشح نفسه يجد في نفسه من الكفاءه والقدره والرغبه والاستعداد لتحمل مسؤوليات منصب سياسي بهذه الأهمية وبهذه الخطورة. طيب دكتور مفيد، أنا هكون معاك أكثر صراحة، لأن الحقيقة أنا وأنا قاعد قدام حضرتك مستمتع جدا بأكتر من حاجة، مستمتع باستيعابك للحياة السياسية في بلدنا فعلا، مستمتع بخبرة تزيد على 40 مش عايز أكبر حضرتك 40-50 سنة يعني في عصور مختلفة الحقيقة. أنت عاصرت زمن عبد الناصر، زمن السادات، زمن الرئيس مبارك، والخبره الواسعه دي مخلياني حاسس ان انا قدامي كنز عايز انهل منه. يا سيدي اشكرك جدا. الشارع المصري، تعالى نتكلم. اصل كل السياسه بتتعمل ليه؟ مش عشان البني ادم اللي ماشي في الشارع. صحيح. فتعالى ناخدها من تحت لفوق. تمام. الشارع المصري حاسس، معلش هستخدم تعبير يمكن لا يليق باستاذ جامعي واكاديمي كبير، ان الناس او الحكومه بتشتغل الشارع. بمعنى ايه؟ انه مفيش منافسه حقيقيه لمرشح الحزب الحاكم. يعني الاسماء دي بتطرح علشان بس ايه؟ يبقى فيه يعني، هل احنا نظامنا السياسي يريد ممارسه ديمقراطيه حقيقيه ولا كوزماتكس، شويه مكياج او شويه ديكورات؟ لو عايز ممارسه حقيقيه نزل مرشحين بنفس القدر التنافسي من التأهيل والفرصة في الحصول على صوت الناخب. انما لما الحزب الوطني لما الرئيس مبارك، اولا هل عندك فكرة هو مين مرشح الحزب الوطني في انتخابات 2011؟ الحزب الوطني لم يرشح بعد حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها. الحزب الوطني لم يعلن عن مرشحه في انتخابات 2011. وده سابق لأوانه، لأن ما زال أمامنا حتى نهاية فترة الرئيس الحالية عامين. فسابق لأوانه أن يبحث الحزب قضية من هو المرشح القادم. والمؤتمر السنوي للحزب القادم مش هيرشح. لا، مش هيعلن من المرشح. ليس من ضمن القضايا المطروحة على جدول أعماله تحديد كذا، لأن دي لها بروسيدير خاصة بها. إن الحزب هيئته العليا تجتمع ومين اللي يحب يرشح نفسه الهيئة العليا، ده يقول أنا وده يقول أنا وده يقول أنا، في الآخر يتم الاستقرار على واحد يتم الاستفتاء عليه داخل الحزب. بعد كده هذا المرشح يتعمل مؤتمر عام تحضره كل قيادات الحزب لهذا الموضوع تحديدا لتتفق على هذا الموضوع. يعني كل حزب له وسيلته ونظامه الخاص في تقديم مرشحه. الأحزاب الأخرى غير الحزب الوطني هل أعلنت عن مرشحيها؟ لا. الحزب الوفد أنا بسأله النهارده من مرشحك يا حزب الوفد في انتخابات 2011؟ يقول لك لسه. يا حزب تجمع من هو مرشحك؟ يا حزب الأحرار من هو مرشحك؟ يمكن بيستعدوا وبيفكروا، انما هو مش ملزم من النهارده ان يعلن عن مرشحه، واخد بالك؟ ونحن كذلك. اتي للقضيه اللي حضرتك طرحتها، ان انت تريد لبلدك ان تكون اكثر ديمقراطيه، وانا احس من هذا من خلال كلامك، وتريد بالتالي ان تكون هناك منافسه حقيقيه، وبالتالي انت يعني مش مستريح لصيغه انك الاقي حزب واحد مع اغلبيه كبيره قوي، شخص واحد مع أغلبية كبيرة قوي، يبقى المنافسة أمامه احتمالاتها ضعيفة، وكأن الانتخابات هتبقى انتخابات
لمجرد ذر الرمادي في مساله شكليه. كويس. يعني احنا نتمنى ان يكون عندنا مناط تحقيق هذا، ان يكون لديك 3 4 احزاب على الاقل قويه جدا كويس ومتقاربه من بعضها البعض. انما احنا بقالنا سنوات طويله عندنا حزب له اغلبيه كبيره، هو الحزب الحاكم. انت تريد ان تغير من هذه الصوره. صحيح. لا، مش عاوز الحزب الوطني يبقى واخد 80% وده 2% و3 وده 4، ده قليل. انا اتمنى ان يبقى حزب الاغلبيه ده 55 60، وفي اللي واخد 30 واللي واخد 40 واللي واخد 55، فيبقى متقارب كما هو الحال في بلاد اخرى. صحيح. الحقيقه هذا نتمنى ان نصل اليه، بس ده يجي ازاي؟ بيجي تدريجي. انما لو تلقي نظره على معظم الدول الناميه مثل بلدنا تجد ان عاده هناك حزب حاكم له نسبه كبيره. دي سمه من سمات الدول الناميه. حزب بيبقى عاده هو الحزب اللي بيمثل الوسطيه، وهذا الحزب الناس بتثق فيه اكتر وبتثق بفكره الوسطي اكتر ويتفق مع تفكيرها اكتر. انا اتمنى معك ان برضو الاحزاب الاخرى مثل الوفد يكون لها تواجد اكتر، والتجمع يكون له تواجد اكتر. وعندما هيتواجد هذا على مستوى البرلمان، عدد اكبر من ممثلي الوفد، ممثلي التجمع، ممثلي الاحرار، ممثلي الغد، هنجد ان هذه الصوره على مستوى الانتخابات البرلمانيه تنتقل فيما بعد على مستوى انتخابات الرئاسه. فالذي تطرحه سيادتك مش قضيه خاصه بانتخابات الرئاسه، هي قضيه خاصه بالحياه الحزبيه في مصر وبالحياه البرلمانيه، وتتوج بما بعد باعلى صور انتخابات وهي الرئاسيه. ودي بقى مسؤوليه من؟ مسؤوليه كل حزب. تعال يا حزب وفد اسال نفسك، هل انت تواجدك حقيقي بين الناس ولا اقل مما يجب ان تصل اليه؟ وايه عوامل ان حتى الان ما انتش بالصوره اللي تتمناها لنفسك؟ لازم فكرك يصل الى اكبر عدد من الناس، لازم تختلط بالناس وتنزل لهم للوحدات الحزبيه وتشوف مشاكل الجماهير وتتفاعل معها. هنا تسمع احيانا اعتراض، اصل الحزب الوطني ما بيديش فرصه للاحزاب الاخرى انها تقف على رجليها. يهيمن على الحياه السياسيه المصريه. انا بعمل لك ايه؟ هو انا بمنعك من ممارسه نشاطك ظلما؟ لا، بتمنعه من إيه؟ من عقد مؤتمرات عامه. لا، مين قال؟ لما يجي حزب الوطني الوفد النهارده يقول انا عامل مؤتمر، بقول له ممنوع؟ لا لازم، او على اي مؤتمر تاني لازم تصريحات امنيه مسبقه يا دكتور مفيد. لا سيد الفاضل، عاوز يعمل اعتصام او احتجاج، انا بقول له لا، ده مش على الحزب الوطني. لما يجي الامن يتدخل يقول لك ايه، انا عاوز اعمل اعتصام احتجاج او كذا، يقول لك بس ما تعملوش في المكان الفلاني الساعه الفلانيه، بلاش في الشارع الفلاني. انما اجتماعات لاي حزب، ده الجماعه المحظوره بتعمل اجتماعاتها. سيد الفاضل، ده احنا بنتكلم في الصحف عن الجماعه المحظوره. لا، الجماعه المحظوره دي ملف تاني كبير قوي، عايز اخد رايك فيه، لان هم عندهم 88 مقعد في مجلس الشعب. لا يعني اذا كنت انا سايب الجماعه المحظوره تجتمع وقاعده تنقسم وتنقسم، هتيجي الاحزاب الشرعيه لما يقول لي انا عامل اجتماع على مستوى حزب الوفد في قريه كذا او في محافظه الشرقيه، اقول له ممنوع تعمل اجتماعك. وان كان بيحصل حاله يبقى تقدير سوء خطأ. احنا الحزب الوطني مره طلبنا نعقد مظاهره خاصه وقلنا هنعمل حشد كبير، فالامن قال لك لا نوافق عليها، واعملها بعيد في مدينه نصر، ما تعملهاش في وسط البلد في التحرير. قد يحدث تجاوز. عايز تقول لي يا دكتور مفيد ان مش قاعده، ان الحزب الوطني يا دكتور مفيد شهاب بينتظر لموافقه الامن عشان يعمل اجتماع؟ لا مش اجتماع. انا بكلم حضرتك بتقول لي ساعات بيحصل، مش الاجتماعات. انت بتقول لي ساعات بيحصل ان الامن يعترض. لما يجي مثلا حزب او مجموعه من الناس يقول انا عاوز اعمل مظاهره في ميدان التحرير، انا عاوز اعمل اعتصام هنا، انا عاوز اعمل كذا، وبيسال الامن، فالامن يقول له لا بلاش الحته دي، روح الحته الثانيه، او بلاش الساعه دي، الحته الثانيه، اعتبارات امن وسيوله المرور والى اخره. هذا الذي حدث مع بعض الاحزاب حدث معنا في الحزب الوطني. ده مساله تنسيقيه بقى. دي مساله خاصه بايه؟ اضراب واحتجاج. كانت حاجه ضد امريكا بمناسبه غزو العراق من كذا سنه يعني. تمام. انا برجع لقضيه الاجتماعات الحزبيه. مش متصور انا ابدا ان الوفد او التجمع او الاحرار او الغد اللي عندها صحفها وتعبر فيها بمنتهى الحريه تيجي تعمل اجتماع فالامن يقول لها لا محظور عليك الاجتماع. تمام. عموما الموضوع ده شيق جدا وموضوعات اخرى كثيره. عايزك تاذن لي ان انا اروح عند فاصل اعلاني وارجع اتكلم في
الواقع السياسي لمجتمعنا في 2009 واللي احنا منتظرينه السنتين اللي جايين ان شاء الله مع ضيفنا العزيز الدكتور مفيد شهاب. خليكم معانا، اوعوا تروحوا في اي حته.